حضرت الفطار. بس انا حاسه ان انا عاوزه اكل فطار خفيف كده ولذيذ. فحضرت عملت بسكوت وشويه سناكس وعملت هوت شوكليت. بس هو ده اللي نفسي راحت له بصراحه. مش قادره ان انا افطر، حاسه ان انا مش قادره ان انا افطر كويس. صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا وحشت جدا الكلام معاكم والفلوجات في هذه الاوضه المتواضعه. طبعا المكان اتغير. انا كنت الاول باخد المكتب واصور تحت الشباك بتاعي، بس طلعت الاضاءه مش احسن حاجه. فرحت نقلت المكتب عندي هنا جنب الحيطه، وعملت طبعا باك جراوند كده، يعني علشان يكون شكلي يكون الى حد ما يكون كويس. طبعا انا وحشني جدا الكلام معاكم، ويا رب يا رب يا رب اكون انا كمان وحشتكم، ويكون محتوى دهب يكون عجبكم. ممكن اكون قصرت شويه في المحتوى دوت، ان بجد كانت رحله كلها كانت فرهضه بجد. ما كانش عندي وقت ان انا اعمل اي حاجه، يعني انا ما بين التصوير سواء ريلز او فيديوهات قصيره او كده، يعني فما كانش عندي وقت ان انا اعمل كل الحاجات ديت. وكان اليوم كله كان مضغوط، ان احنا كنا بنطلع مثلا اكتر من مكان في اليوم. فما كانش عندي وقت ان انا اصور كويس وكده. بس كان هدفي من الفيديوهات ان انا اوريكم جمال دهب. بجد دهب مكان حلو جدا جدا جدا، هادي. وبجد انصح اي حد يروح يشوف جنوب سيناء كلها. جنوب يعني سيناء كلها عموما تحفة، بس دهب بالذات حاجة تانية، ان فيها اكتر من مكان، اكتر من محميات طبيعية. بجد احنا عندنا اماكن في مصر في منتهى الجمال، بس احنا ما نعرفش قيمتها، وان شاء الله باذن الله هنعرف قيمتها. فحاولت ان انا بجد ان انا اصور لكم جمال دهب وجمال الطبيعة والاعشاب المرجانية وكل حاجة. كل حاجة حاولت ان انا اصور لكم كل حاجة في دهب. ف... فبجد يا رب يكون المحتوى يكون عجبكم، وقدرت ان انا اوصل لكم دهب وجمالها على قد ما اقدر. عاوزة اقول لكم ان محتوى دهب لغاية دلوقتي لسه شغال. لسه فاضل حوالي 3-4 فيديوهات كده، وخلاص المحتوى كده يخلص. بس ده ما يمنعش طبعا ان احنا نعمل فلوجات. طب احنا هنا في القاهرة عادي يعني. انا من ساعة دهب لغاية دلوقتي وانا ما نزلتش اي حاجة جديدة او مختلفة، يعني ما صورتش في اي مكان. فقلت قررت النهاردة ان انا اخدكم نطلع نصور في مكان ما. مش هقول لكم هو فين، هستنى ان انتوا تكتبوا لي في الكومنت برضو احنا هنروح فين، تتوقعوا ان احنا هنروح فين. بس انا برضو هقول لكم يعني لما نروح هناك. طبعا المكان دوت هقول لكم هو مكان سياحي، فتتوقعوا بقى ان انا هروح فين. فقلت طبعا ان انا اخدكم معايا اليوم دوت. بس قبل ما اخدكم معايا ان احنا نختار ستايل لللبس، فيلا بينا نختار ستايل اللبس. وفي حاجة مهمة جدا عاوزة ان انا اقول لكم عليها. انا يوم ما بنزل عشان اصور لازم ان انا البس لبس يكون مريح، والشوز كمان يكون مريح جدا في رجلي. ليه؟ ان انا بقعد الف في المكان كله عشان اصور بقى تفاصيل المكان، واصور كل حاجة، كل صغيرة وكل كبيرة وكل التفاصيل والكلام ده كله. ليه؟ علشان انا اكون مرتاحة. طول ما انا مرتاحة طول ما انا هعرف ان انا اصور كويس. فالراحة دي تيجي منين؟ من اللبس ومن الشوز اللي انا هلبسه. فطبعا هنختار دلوقتي مع بعض لبس. سويت شيرت دوت اهو. مريح جدا في اللبس، واسع زي ما انتم شايفين كده، واسع وفضفاض ومريح جدا في اللبس. فبحب جدا ان انا البس حاجه كده فضفاضه، يعني ايه وانا نازله اصور. وهلبس طبعا البنطلون ده بنطلون كحلي هلبسه عليه. ونجرب برضو بنطلون واسع
وانا بحب البس الحاجات ديت وقت التصوير. وعليها الطرحة ديت، بصوا الطرحة ديت شبه السويت شيرت، هو مش نفس الدرجة بس ذاتس اوكي يعني. بس فاللبس دوت على فكرة من عندي انا، يعني ده اللبس بتاعي انا. فاحنا بقى هنلبس اللبس دوت ونعمل له كده ستايلنج جميل، ونشوف الدنيا كده هترسى على ايه. انا كده خلاص لبست، ولبست كمان الطرحة. انا مش هحط اكسسوارز، انا كفاية عليا انا حطيت دي بس، لبست ديت والساعة دي. ما بحبش ان انا لما بنزل بحب ان انا انزل خفيف خفيف كده، محبش ان انا اافور فيها قوي والبس حاجات كتيرة يعني زيادة عن اللزوم. فخلينا بقى ايه نحط مع بعض الميك اب. بس وانا بحط الميك اب عاوزة ان انا احكي لكم كده على دهب، بجد مش قادرة ان انا احكي لكم، مش مع ان انتوا شفتوا كل حاجة يعني، مفيش حاجة انا مصورتهاش اساسا يعني، مفيش حاجة كده في دهب انا مصورتهاش وريتها لكم. بس برضو عاوزة ان انا اتكلم معاكم على دهب. دهب دي كانت تاني مرة ان انا اروح، تاني زيارة ليا ان انا اروح. بجد مكان هادي جدا، تحفة بجد. اللي بيعشق الهدوء بجد هيستمتع جدا 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 بالمناظر الخلابة اللي هناك. فأول حاجة كده عملتها رحت الشركة. عاوزة اوريكم صحيح ده تونتون اشتريته، انا اشتريته على حسابي من شركة ما. طبعا انا اول مرة اجي اختار يعني احط تونتون، انا معرفش بصراحة، او تنتن تقريبا اسمه تنتن ولا تونتون، تونتون. اول مرة ان انا احطه بصراحة، انا عمري ما حطيته ولا جربته، بس خلينا ان احنا نجرب كل حاجة بقى مع بعض. انا طلعت تبع شركة ليونز او لايونز زي ما بيقولوها، لايونز تبع شركة لايونز. ودي مش اول مرة ان انا اطلع مع لايونز، طلعت معاهم كتير من 2016 تقريبا وانا بطلع معاهم. ايه ده، الدنيا هتبوظ ولا ايه؟ انا طبعا حاطه في دوت، انا مش عارفه بصراحه احط كده بصباعي. اهي ده التنتون، مش عارفه ان انا احطه بصراحه. كده كده اتحط. يقال ان هما بيقولوا ان انا اسيبه لحد ما ينشف لوحده، فهسيبه مفيش مشاكل. نحط بقى هنا، بس مش عارفه ده بقى يتساب ولا ايه، هنجرب برضو مع بعض. شركة لايونز دي انا طلعت معاهم من 2016، فطبعا انا متعودة على الشركة ديت من زمان يعني، على طول بطلع معاهم في كل حاجة في كل مكان. وطلعت برضو اول مرة دهب معاهم، بجد كانت حلوة جدا. طلعت ابتدوت اول ما وصلنا مباشرة، احنا وصلنا الساعة 12. ليه بقى؟ احنا كان المفروض ان احنا نوصل بدري شوية، بس وصلنا الساعة 12. ليه؟ ان الباصات كلها اتأخرت، وبالاخص الباص بتاعنا احنا، يعني انا لوحده كده. دقيقة واحدة بس اشوف الفرشة عشان اعمل بيها ده. فالباصات كلها جبت خلاص فرشة، فالباصات كلها اتأخرت، وخاصة الباص بتاعنا احنا بدل ما نوصل الساعة 10 وصلنا الساعة 12. فطبعا لظروف ما تبع الشركة فخلاص يعني عادي مفيش مشكلة، ما جاتش على الساعتين. وفي نفس الوقت احنا لما بنوصل هناك الساعتين دول احنا بنقعدهم عشان في حاجة اسمها تسكين. فاحنا التسكين دوت احنا اي حد طبيعي بيوصل الساعة 10، وبعد كده بيبتدوا ان هم يسكنوا من الساعة 12 للساعة 2. ده اساسي يعني، الواحد بيوصل الساعة 10 بيدخل اوضته مثلا الساعة 2 وفي قبل كده. فاحنا الحمد لله ان الباص بتاعنا اتأخر
علشان ندخل الأوضة على طول. يعني أول ما وصلنا احنا دخلنا الأوض الحمد لله، يعني ربنا كرمنا ودخلنا الأوض. والله حلو، بصوا جميل قوي. مدي كده حمار لطيف جميل. انا انبسطت بيه قوي، اول تجربه ليه، بس انبسطت قوي قوي قوي. فاحنا وصلنا الساعه 12 ودخلنا الاوض على طول. قالوا لنا، بعتوا لنا على الواتساب، جروب على الواتساب هما بلغونا بيه من الباص، واحنا في الباص ان في جروب على الواتساب هيبلغونا بكل حاجه. اوكي تمام. بلغونا ان احنا يلا عشان هنروح اول حاجه اللاجونه. اول ما وصلنا على طول، واحنا السفر اساسا خد معانا 11 ساعه. 11 ساعه حرفيا. يعني ايه 11؟ احنا لو رايحين يعني نحرر دهب مش هناخد الوقت ده كله في الكماين. كمية كماين رهيبة 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 رهيبة. فطبعا 11 ساعة عقبال ما وصلنا هناك. تمام، ثواني احط بس الكحل وارجع لكم برضه. حطيت الكحل هنا، عارفة ان انا هدمر الدنيا لو انا حطيته قدام كاميرا الموبايل. فالمهم وصلنا هناك دهب وحطينا الشنط وتمام التمام. كلمونا وقالوا لنا يلا عشان هنروح شاطئ اللاجونة. شاطئ اللاجونة دوت شاطئ رملي، مفيش اي خدمات فيه خالص، ولا فيها التويلت ان انت تغير الواحدة تغير يعني اللبس بتاعها او في اي حاجة. هو شاطئ كده، شاطئ رملي. بس القعدة بتاعته بقى لذيذة، يعني قاعدة كده تقعد على، واحد يقعد على موكيت او حصير او حاجة زي كده، بتبقى قاعدة كده عربي وقاعدة لذيذة جدا. بس الاصعب حاجة فيها ان احنا اول ما وصلنا مباشرة بعد 11 ساعة من القاهرة لحد دهب، 11 ساعة حرفيا. فطبعا عقبال ما وصلنا هناك كان تعب ان احنا نروح مكان تاني. فكانت فرهضة. فكان مفروض ان هم يدونا بريك نرتاح شوية. لا، احنا طلعنا على طول رحنا شاطئ اللاجونة. بس احنا استمتعنا، يعني احنا عموما كده كده استمتعنا. لما رحنا شاطئ اللاجونة كان اجواء جميلة جدا، ومكان كان تحفة بجد. خدنا وقتنا ورحنا بعد كده الكامب بتاعنا، وكامب كان اسمه دهاليانز. انا صورته برضو نزلته على اليوتيوب. الكامب اسمه دهاليانز. كامب كده شبابي، يعني هو بس مكان كده تسكين وروف. هو شبابي. احنا كده كده مكناش بندخل غير ان احنا ننام ونروح تاني في مكان تاني. بجد احنا طول الوقت احنا بره، اساسا بره الكامب. احنا الكامب ده بالنسبة لنا النوم وبس. فالمهم رحنا اتغدينا الكامب، رحنا اتغدينا وكده وغيرنا هدومنا ونمنا شوية. وبعد كده على بالليل رحنا حاجة اسمها جبل الطويلات. جبل الطويلات ده حاجة اسمها الطباخ. حاجة اسمها الطباخ. جبل الطويلات دي بتبقى عبارة عن حفلة كده كبيرة، بيقعدوا بقى الشباب يعملوا مثلا ألعاب كده نارية، أو في غنى وفي حاجات كده لذيذة يعني. احنا قاعدين بس نتفرج على الفقرات اللي هما بيقدموها لنا. عاوزه اقول لكم دي مسكره لسه جايباها، تعالي نستخدمها برضو لاول مره. يلا بينا. بس انا الاول هروح احطها قدام مرايه، ان انا هضيع الدنيا لو حطيتها هنا. فاروح احطها وارجع لكم. حبيت ان انا ارجع بس اقول لكم الفرق بين، بص العين ديت، بصوا العين دي والعين دي من المسكره. ما شاء الله جميله جدا، مسكره حلوه قوي بجد، تحفه. فيلا بينا نكمل بقى العين دي وارجع لكم تاني. نكمل بقى موضوع دهب. خلصنا جبل الطويلات ورحنا اتعشينا ونمنا. واللي عاوز بقى ان هو يخرج عادي بقى يخرج مثلا بالليل يتمشى، تمام. عاوز يروح ينام. بس طبعا احنا كنا جايين من سفر 11 ساعة في الطريق، فطبعا رحت نمت طبعا، ده اساسي. تاني يوم
تاني يوم اتجمعنا الصبح بدري، وبعد كده طلعنا فين بقى؟ رحنا الثري بولز، ودي محمية طبيعية موجودة في دهب. محمية الثري بولز دي بقى محمية طبيعية برضه موجودة في دهب، احنا ما خرجناش من دهب. الثري بولز ديت بيبقى نسبة العمق بتاعها بتاع البحر من 9 متر ل 11 متر، 9 متر و10 متر و11 متر. احنا كنا قاعدين قدام ال 11 متر، فطبعا قالوا لنا الكلام ده نسبة العمق بتاعها بتاع 3 بولز 11 متر. ايه 11 متر دي يا جماعة؟ يعني ده عمق كبير جدا. فالمهم راح في بيبقى لايف جارد كده تبعهم، تبع الشركة، بينزل معانا على اساس يعني ما يحصل لناش حاجة، يعني ما نتأذيش ولا يحصل لنا اي حاجة. فاللايف جارد بينزل معانا، فنزل لايف جارد معانا وقعد بقى يورينا. كان حاجة كده عاملة زي طوق، نزل بطوق ومربوط بحبل، بس مش طوق بلاستيك، مش عارفة بيسموه ايه كده. هو بيبقى طوق ابتدوت تقيل، مش عارفة اوصفه لكم ازاي. هو بلاستيك، ممكن يكون من نوع بلاستيك اللي هو السميك قوي يعني، وبيبقى مربوط كده بحبل، واحنا ماسكين في الطوق ده ولابسين الماسكات واللايف جاكيت، وبنبص في المية وبنتفرج بقى على الاعشاب المرجانية وكده، واللايف جارد بيسحبنا بس، واحنا بس كل اللي علينا ان احنا بنتفرج على المناظر الخلابة ديت. فطبعا انا طول الوقت انا حاطه الموبايل بتاعي حاطاه جوه جراب، وكنت طول الوقت كنت عماله بصور الاماكن دي بقى تحت الميه بقى وفوق الميه والحاجات دي كلها. فكنت عماله بقى بصور وكده ومستمتعه بصراحه، وكان رهيب، كانت حاجه كانت رهيبه بصراحه. هحط الكحل الاخضر ده، هحطه في عيني برضو وارجع لكم عشان ما دهولش الدنيا. كده حطيت الكحل الحمد لله، ما بوظناش حاجه. فالمهم اتفرجنا خلاص، اليوم خلص لا اليوم ما كانش لسه خلص، كان في حاجه واحده، كان برضو في الثري بولز حاجه اسمها سفاري لوادي جني. يعني احنا بنركب بيتش باجي وبنمشي بقى في الصحراء في وسط الجبال والطبيعه والحاجات دي كلها، وبعد كده بنروح مكان اسمه وادي جني. وادي جني ده برضو مكان كده خلاب وفي وسط نخل وكده وفي وسط الجبال، برضو مكان حلو جدا 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 للتصوير وكده. فخدنا وقتنا وشربنا الشاي العربي وقعدنا مع البدو اللي هناك، وبعد كده رجعنا تاني الثري بولز. وبعد كده خلاص خلصنا يومنا ورحنا الكامب، وبعد كده رحنا اتغدينا، واساسي ان انا انام شويه ارتاح. وبعد كده صحينا بالليل، مش فاكره احنا رحنا فين بالليل، ثواني افتكر لكم. ايوه افتكرت، احنا ما رحناش في اي حاجه بالليل، احنا بس قعدنا كده في الممشى السياحي، واي حد بقى عاوز ان هو يروح الممشى يروح، عاوز ان هو يروح في اي مكان تاني يروح، اوكي. احنا كان الكامب بتاعنا كان صف تاني على البحر، اللي عاوز يقعد على البحر براحته بقى. فليه بقى هما ادونا اليوم دوت كده بريك، ما عملناش فيه اي حاجه، او بالليل يعني ما عملناش اي حاجه. ليه؟ ان احنا كان تاني يوم كنا رايحين البلو هول وابو جالوم والبلو لاجون، 3 اماكن مع بعض ورا بعض على طول الصبح، فكان فرهضه بمعنى الكلمه. فروحنا هناك البلو هول الاول. طبعا البلو هول دي برضو محمية طبيعية، بس عمق المية 130 متر، يعني مش 10 متر ولا 11 متر، احنا تجاوزنا الموضوع ده. وطبعا في هناك غواصين كتير قوي غرقوا في المكان دول، الله يرحمهم. غواصين كتير غرقوا في المكان ده. طبعا غواصين يعني ناس نزلت مرة واتنين وتلاتة ان هم يعوموا. طب احنا بقى نعمل ده؟ احنا لابسين لايف جاكيت وخايفين.
طب احنا نعمل احنا ايه كده. فبرضه كان معانا لايف جارد نزل معانا عشان برضه يورينا هناك الاماكن، وفي نفس الوقت لو حد لا قدر الله حصل له اي حاجه يقدر ان هو ينقذه يعني. بس ونزلنا البلو هول. معلش المسميات صعبه جدا بالنسبه لي. البلو هول. وبعد كده طلعنا من البلو هول وسلمنا اللايف جاكيت. وهناك تأجير اللايف جاكيت قدام اي بحر بيبقى ب50، لكن في الممشى نفسه ب25. واكتشفت الموضوع ده في الاخر. بس والشركة نفسها مسلمنا الماسكات. فطلعنا من بلو هول رحنا ابو جالوم. وابو جالوم ده رحنا ساعتها بلانش كده صغير. طبعا ده كان استمتاع. اللانش ده لوحده والله كان في منتهى المتعة، منتهى الروعة. طبعا خدنا اللانش دوت ورحنا ابو جالوم. وابو جالوم ديت برضو بيبقى مكان في وسط كده الطبيعة والبحر والجبال. ودهب اساسا كلها جبال. دهب كلها جبال وصخور وبحر. عاوز ان انت تتنقل من مكان لمكان، لا اما بعربية لا اما بلانش كده صغير. والعربيات اللي هناك بتبقى كلها نص نقل. دي العربيات اللي هناك. دي واحدة البس بس النضارة كده كده تمام. حطينا ميك اب كده خفيف لذيذ. خلينا بقى نكمل دهب قبل ما نروح المكان اللي احنا هنعمله. شكل الفيديو دوت هيبقى على جزئين تقريبا، هيبقى على جزئين بس مش مشكلة. المهم ان انتوا تكونوا مستمتعين وانا كمان مستمتعة جدا معاكم. وبعد كده رحنا ركبنا عربية ورحنا البلو لاجون. البلو لاجون ده برضو شط رملي زي اللاجونة بالظبط، بس احلى من اللاجونة. يعني بيقولوا البلو لاجون دوت المية بتاعته بيبقى عاملة زي المالديف، عاملة زي المالديف كده. بيقولوا مالديف مصر. مية شفافة جدا 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 جدا، لدرجة ان القمر الصناعي ما بيعرفش ان في مية هنا. يعني بيعرف ان في ارض من شفافية المية. وديت البلو لاجون ديت حدود ما بين مصر وما بين السعودية. فاستمتعنا وخدنا وقتنا هناك. وبعد كده رجعنا تاني البلو هول. اتغدينا هناك بدل ما كنا بنتغدى على طول في الكامب، اتغدينا هناك في البلو هول. بس طبعا كنا مفرهدين فرهضة مش قادرة اوصف لكم مدى الفرهضة اللي احنا كنا مفرهدين حرفيا يعني. فالمهم رحنا بعد كده اتغدينا وخدنا بعضنا ورحنا الكامب. طبعا ارتحنا، لازم ننام بعد اليوم الفرهدة ديت، لازم طبعا ننام. كلنا بلا استثناء نمنا. الجست كله نام. وبعد كده صحينا عشان نكمل بقية اليوم. احنا ما رحناش في حتة بالليل، هما سابونا بعد الفرهدة دي كلها ان احنا نرتاح. وبعد كده تاني يوم رحنا رحلة اليخت. والرحلة دي كانت رحلة ممتعة جدا جدا جدا. اكتر بروجرام انا انبسطت بيه بصراحة. رحلة اليخت ديت اولا يعني احنا بناخد يخت وبيطلع بينا في وسط البحر، في وسط الاعشاب المرجانية. بنعمل سنوركل، بنعمل دايفنج. واليخت بيبقى عليه كل حاجة مجهزة، فطار وغدا وسناكس ومشروبات سواء سخنة او ساقعة، كل حاجة متوفرة. بس اهم حاجة عندهم ان احنا منرميش اي حاجة في البحر، ان احنا ديت مكان يعني شعاب مرجانية، فما ينفعش ان احنا نرمي اي حاجة في البحر، ان ممكن اوي الاسماك او كده تتأذي. فطبعا دي اهم حاجة عندهم النظافة. فطبعا احنا كنا مهتمين جدا بجد بالموضوع النظافة وكده والحمد لله الرحلة انتهت على خير. وكانت رحلة بجد ممتعة جدا 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 جدا. طبعا انا عملت ريلز كتير كتير كتير
اللي عاوز يشوف الريلز دوت يروح في المكان اللي انا بنزل عليه الريلز، طبعا اكيد انتوا عارفينه. وفي برضه عملت فيديوهات صغيرة عن الاجواء اللي احنا عشناها واليوميات اللي احنا عشناها، طبعا هتلاقوها برضه في المكان اللي هي بيبقى فيه فيديوهات صغيرة. وعملت فيديوهات طويلة عن المكان كله وعن رحلتنا كلها، اكيد هتلاقوها عندنا على اليوتيوب قناة اليوتيوب. فكل حاجة ليها مكان معين، واللي مش عامل لي فولو في اي حاجة من الحاجات دي كلها يروح بسرعة ويعمل فولو يتابعني عشان هيشوف كل جديد. فيلا بينا بسرعة بقى، خلاص انا كده خلصت دهب، يلا بينا علشان نروح المكان بتاعنا اللي انتوا لغاية دلوقتي ما تعرفوش انا رايحة فين. يلا بينا، let's go.